بالنسبة للفنيين المصريين أو العلماء المصريين اللي كانوا موجودين في الوكالة، أعتقد دول عملوا دورهم ولهم دور واشتركوا بشكل مباشر، ودايما كانوا من أنصار الطاقة النووية وكانوا على استعداد للمساعدة لو كانت مصر عملت. لكن زي ما قلت لحضرتك 25 سنة مصر واقفة في هذا المجال. لكن يجي بقى حضرتك بتسأل الدكتور محمد البرادعي، يعني هو كان مدير الوكالة، والدور اللي هو لعبه هو قالوا ترجمه بالظبط في الكتاب اللي هو عمله، اللي كتب فيه فصل عن مصر، وقال فيه ان هو في قناعته مع ان هو مدير الوكالة المسؤول عن نشر الطاقة النووية السلمية في جميع العالم، شغلته ان هو يعمل دعاية للطاقة النووية. هو كان في رأيه ان الطاقة النووية غير صالحة لمصر، وان مصر ليس بها لا كوادر فنية ولا قدرات على إدارة هيئات أو مشاريع زي برامج الطاقة النووية، واستدل على هذا بإعادة قدرتها على إدارة هيئات النقل زي السكة الحديد. والحقيقة ده كلام كان محبط، وفي كل كلامه في الكتاب الحقيقة زي أي واحد يقدر يقراه ويشوف إزاي هو كان بأسلوبه بيعمل إحباط للبرنامج النووي المصري وبدون وجه حق. لأنه كان مثلا بنتكلم على الحوادث القطارات، زي ما قلت الهند فيها حوادث قطارات أكتر من مصر بكتير وعندها أكتر من 20 مفاعل، ودولة زي كوريا الشمالية بانت بنفسها. رأيه ده عبر عنه في الكتاب بس يا دكتور يسري؟ عبر عنه في الكتاب بس؟ ولكن عبر عنه في لا مش بس هقول، بس عبر في الكتاب. أكمل بقى حتة الكتاب في جملة في غاية الخطورة في اعتقاده أن مصر تقدر تستغل، لم تستغل بعد البترول والغاز، في حين هو عارف كويس جدا ان البترول تقريبا خلاص مصر وقفت وبتستورده، والغاز هيخلص في مدة بسيطة. ورغم من هذا قال لازم مصر تستغل دي اولا، لازم مصر تعمل دراسات، وتناسى ان مصر بقى لنا اكتر من 50-60 سنة بدراسات، يعني مش محتاجين لسه نكمل في الدراسات. ولكن جت الجملة الخطيرة اللي انا بقول دي بتحط علامة استفهام جدا على كلامه، لما جاء قال ان هو بعد مناقشاته مع المسؤولين المصريين اكتشف ان مصر الهدف الحقيقي بتاعها مش انتاج الكهرباء، لا الهدف الحقيقي بتاعها مواجهة التوتر النووي في المنطقة. طبعا كلمة توتر النووي تعني ايه؟ يعني السلاح النووي اللي في المنطقة سواء في اسرائيل او احتمال في ايران. لما هو يوحي بهذه الكلمة دي ضرر بالغ لمصر. ويؤسفني ان هو بيذكر هذا الكلام في خطابه، وذكر ان مصر احتجت عليه في عدة مواقف. اهم موقف له كان في سنة 2009 لما اصدر فعلا تقرير ضد مصر، ووضع مصر ضمن دول محور الشر الامريكي، اللي هي امريكا معتبرها محور الشر، اللي هي ايران وسوريا وكوريا الشمالية. دخل مصر وسطهم وطلع تقرير سيء للغاية باتهام ان مصر هو لقى فيها او الوكالة لقت فيها جزيئات من يورانيوم عالي التخصيب، اللي على طول اسرائيل ترجمته يورانيوم عالي التخصيب يعني مصر بتعمل قنابل ذرية. هنا عمل مخالفة كبيرة ومخالفة قانونية، ودي يعني في الطريق الى انه يتحاسب عليها. انا عارف ان في ناس كتيرة بتقول ساكت ليه وبتقول هيتحاسب، لا ما تقلقوش، كله هيجي في وقته وكله بيتنظم مظبوط وهيتعمل. دكتور محمد عمل مخالفة جسيمة في تقديري أنا في الملف اللي عمله ضد مصر، وهيتعرف الحقائق والتفاصيل كاملة في وقت